السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده يا حبايب قلبي هنعمل اوضة الاطفال، هنروقها وننضفها ونمسحها. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واقول لكم يا حبايب قلبي اللايكات قليلة جدا جدا، وانا عارفة ان حبايب ام سوزي كتير، وعايزاكم بقى تزودونا في اللايكات كده، وان شاء الله هتشوفوا مننا احلى فيديوهات واحلى روتينات واكلات وفلوجات وكل حاجة حلوة هتشوفوها ان شاء الله. خلاص بقى احنا خلصنا امتحانات وهنبدأ بقى نعمل ايه فيديوهات جميلة، وما تنسوش بقى اللايك. يلا حبيبي نبدأ مع بعض. هنروق بقى الأوضة كده وننضفها. نشيل الشنط دي الأول ندخلها في الدولاب هنا. الأوضة لما عملت لها النظام ده يا حبايبي الأوضة وسعت وبقت جميلة عن الأول، والأوضة بقت واسعة شايفين لما طلعت الكنبة بره. كل حاجة مكركبة في الأوضة. قلت بقى ايه، اقعدي يا بنتي يا ام سوزي روقي ونضفي الأوضة وغيري الملايات بتاعت السراير ونضفيها. وخلاص خلصت المذاكرة وخلصت الدروس، ما عادش الا خلود بس. فرحانة انا بالاجازة اكتر من العيال. كان ضغط يعني الدروس والمذاكرة والمدارس، تبقى ضغط على الايه، على العيال وعلينا احنا كمان. نفرش بقى ملاية السرير. مشت الملاية اهي وانتوا شايفين كده التلوشات بتاعت المخدات بقى. ركب الوش بتاع المخدة، الدنيا حررت. ايه والله. ايه رايكم؟ السرير زي الفل اهو. نعمل السرير التاني. حط الوش بتاع المخدة الصغيرة دي، محمد بينام عليها. بحب المخدة الصغيرة دي قوي. متنسوش بقى تشاهدوا الفيديوهات القديمه كده، شاهدوها يا حبايب قلبي. في عندنا ناس بتخش جديده وبشكرهم جدا جدا جدا، بيدخلوا لي على الفيديوهات القديمه وبيشاهدوها لي وبيكتبوا لي تعليقات حلوه وبرد عليهم في التعليقات، وربنا يصلح حالهم يا رب. كل اللي داخل عندي جديد وكل القديم كلهم حبايبي، ربنا يصلح حالهم. كل متابعين ام سوزي وحبايب ام سوزي.
هجيب الوش بتاع المخده اللي مسكته هناك، هجيبه عشان احط المخده. قولوا لي بقى رايكم في النظافه بتاعت ام زوزي، رايكم يا حبايب قلبي. خلصنا كده السراير، نضفناهم وروقناهم كلهم زي الفل. هنلمع بقى الدولاب وندخل ايه الملايات ديت نوديها في الغسيل. سلام على الدولاب الاول. شيل ده طلعها بره، حطيناها تحت السراير، مخلينها جايبه تراب تحت السراير. نشيل بقى الملايات نوديها الغسيل ونجيب المقشه عشان يكون سكوت. حطها هناك، حطها هناك عند الحمام كده. هجيب الميه بقى وامسح الاوضه. هاتي معايا فدان اللي فوق. حطيت ميه وكلور، واحط بقى معطر ده ريحته جميله، جايبه له ارضيات، واحطه كده في ازازه. شايفين خام وجميل يا حبايبي، جايباه من عند بتاع المنظفات بس ريحته روعه، ويخلي ريحه الاوضه فل. شفت ريحه الفل وهذا ريحه الفل. همسح بيه بقى مع الكلور بقى. من ناحيه الكلور بينضف البلاط سيراميك، ومن ناحيه الايه المعطر بيخلي ريحه الاوضه حلوه. نمسح بقى.
يا حبايبي الصالون راح بيلمع والاوضه راحت حته جميله من المعطر اللي انا حطيته. قولوا لي بقى ايه رايكم في التنظيف بتاع ام سوزي والجمال اللي هي عملته في الاوضه. تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.